يا أهلا بكم. لو بتتعلموا ألماني أكيد عدت عليكم حتة إزاي تقول الحاجة دي بتاعتي أو بتخصني. في الشرح السريع ده هنفك شفرة فعل مهم جدا والقاعدة اللي بتيجي معاه وهي الداتيف. يلا بينا نخلص على الموضوع ده خالص. تخيل معايا الموقف ده. انت في المطار مثلا، وحد بيشاور على شنطة وبيسأل هي بتاعت مين، وانت عايز تقول انها بتاعتك. هتقولها ازاي بالألماني؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه النهاردة، وبطريقة صدقوني سهلة جدا. تمام. قبل ما ادخل في القاعدة والفعل نفسه لازم نعرف الكلمة الأساسية اللي هنبني عليها المثال بتاعنا، لأن نوعها ده هيفرق معانا بعدين. الكلمة بتاعتنا هي دير كوفر، ودي معناها شنطة السفر. أهم حاجة هنا وركزوا معايا قوي هي الأداة بتاعتها دير. ده معناه إن كلمة كوفر في الألماني كلمة مذكرة. خلوا المعلومة دي في بالكم عشان هنحتاجها كمان شوية. طبعا أول حاجة ممكن تيجي في بال أي حد يقول das ist mein Koffer، يعني دي شنطتي، والجملة دي صح 100% ما فيهاش أي مشكلة. بس النهاردة إحنا هنتعلم طريقة تانية، طريقة بيستخدمها الألمان أكتر وشكلها احترافي أكتر عشان نعبر عن الملكية. ودلوقتي نيجي بقى لبطل حلقة النهاردة، الفعل السحري اللي بنستخدمه عشان نقول إن حاجة بتخص حد معين. الفعل ده يا جماعة هو gehören، معناها الحرفي ينتمي إلى أو يخص. يعني لما تبقى عايز تقول إن الشنطة دي بتخصك أو بتنتمي ليك لازم هتستخدم الفعل ده. وهنا بقى نيجي للقاعدة الذهبية، أهم حتة في الدرس كله. السر كله في استخدام جهورن صح هو إن الفعل ده دايما وأبدا بيعمل حالة اسمها داتيف، يعني الكلمة اللي بتيجي بعده لازم تبقى في الداتيف. دي قاعدة ثابتة ما فيهاش أي هزار أو استثناءات، احفظوها كده. طيب إيه هو الداتيف ده وبيعمل إيه بالظبط؟ ما تقلقوش خالص، الموضوع مش معقد. هو ببساطة بيغير شكل الكلمة اللي بعده شوية. تعالوا نشوف إزاي بالظبط. بصوا معايا على الجدول ده. عشان أقول تخصني أنا بقول gehört mir. كلمة mir دي هي الداتيف بتاعت أنا. طيب لو الشنطة دي تخص مراتي، كلمة فراو مؤنثة، فهنقول gehört meiner Frau. ولو تخص جوزي، كلمة Mann مذكرة، فهنقول gehört meinem Mann. واخدين بالكم من النهايات دي؟ إير مع المؤنث وإم مع المذكر. هو ده بالظبط تأثير الداتيف. والحلو في القاعدة دي إنها بتمشي على أي حاجة، مش بس دير كوفر. يعني مثلا لو معانا تذكرة طيران اللي هي das Flugticket، ودي كلمة محايدة، هنقول برضو das Flugticket هي gehört mir. يعني الفكرة كلها في مين صاحب الحاجة، مش في الحاجة نفسها. تمام قوي. كده احنا عرفنا ازاي نقول ان الحاجة دي بتاعتنا. طب لو العكس بقى، لو انا اللي عايز اسأل هي الحاجة دي بتاعت مين؟ الأداة السحرية بتاعتنا هنا هي كلمة wem. الكلمة دي بنستخدمها عشان نسأل عن الشخص اللي في حالة الداتيف، يعني كأنك بتقول بالعربي لمين بدل مين. وبكده السؤال عن صاحب الشنطة بيبقى سهل ومباشر جدا. Wem gehört der Koffer؟ يعني بالبلدي كده الشنطة دي تخص مين أو بتاعت مين الشنطة دي؟ والإجابة طبعا بتكون باستخدام نفس القاعدة اللي لسه متعلمينها. لو الشنطة بتاعت مراتي هرد وأقول ده الكوفر جهرت ماينر فراو. شايفين؟ سؤال وإجابة بيكملوا بعض بالظبط، سؤال بفيم وإجابة فيها داتيف. ممتاز، كده إحنا لمينا الموضوع من كل حتة. تعالوا بقى نلخص كل اللي قلناه في 3 نقط بسيطة عشان القاعدة دي تلزق في دماغنا وما تتنسيش تاني خالص. الخلاصة كلها في ال3 خطوات دول. أول حاجة عشان تقول حاجة تخص حد استخدم فعل جيهيرن. تاني حاجة ودي الأهم، جيهيرن بيجي بعده دايما داتيف. وتالت حاجة لو هتسأل عن صاحب الحاجة ابدأ سؤالك Wem. لو ركزت في ال3 نقط دول مبروك عليك، الدرس ده بقى في جيبك تماما. وقبل ما نختم هسيبكم مع سؤال، يا ترى في أفعال تانية في الألماني زي gehören كده لازم يجي معاها داتيف؟ فكروا فيها كده، ولو تعرفوا أي فعل اكتبوا لي في التعليقات تحت. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة. أتمنى تكون قاعدة جهورن والداتيف بقت واضحة وأسهل بكتير. لو الشرح ده كان مفيد ليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة عشان نقدر نكمل ونبسط باقي القواعد الصعبة دي بنفس الطريقة. أشوفكم في الشرح الجاي. سلام.